مساء الخير حبيباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني والله من امبارح للنهارده. بس انا زعلانه منكم حبتين بقى، زعلانه بقى. قولوا لي ليه؟ قولوا لي كده. عشان انا امبارح قلت لكم لما تعرفوا ان انا نازله السوق او معايا قرشين قولوا لي اقعدي تنزليش، السوق فيه سم كوتش اي حاجه يعني. الواد ابني اداني قرشين اشيلهم معايا، قال لي ماما يعني امك يا ياسين، النبي خايفه يسمعني في اللايف بس هو ما عندوش نت. قال لي شيلي لي دول معاك، قلت له حاضر يا اخوي. انا ما اعرفش هل هو بيديهم لي بهدف ان اشيلهم معايا ولا يعني بيقول لي خليهم خديهم مكسوف، يقول لي خدي يا ماما فلوس ولا حاجه عشان يعني نفسيتي ما تزعلش ولا كده. فانا قلت عادي يبقى هو بيديهم لي اكيد بس بطريقه شياكه يعني كده. المهم رحت ايه قلت كده اما انزل ابص بصه في السوق عادي، نزلت مش عايز احكي ولا اكمل، مش عايز احكي ولا اكمل، زعلانه منكم. الواد ادهم كان قايل لي يا ماما دي السبانخ طلعت وانا جاي من الدرس بشوفها، مش هتجيبي؟ افتكرت قلت لا ده الواد ادهم كان نفسه في السبانخ، لا معقوله تسيبي الواد نفسه في السبانخ وانت معاك يا بنت الفلوس؟ ما تلوديش، ما تبقيش لايده ومقرطمه على الواد. رحت نازله جبت السبانخ بقى، جبت السبانخ بقى بخضرتها، والنبي نبتت الشبت كبرت حبه، كبرت اسمها بقت عروسه، والكزبره، وجبت وجبت السبانخ. اسكت اتشقي الله بقى واتشقي نفسي وارجع. قلت يا طيب عندك حبه زيت صغيرين هتشيلك ازازه، جبت ازازه. قال لا طب انت امبارح خلصت الطماطم يا بنتي يا بومبا، رحت جايبه طماطم، خدي يا بنتي يا كوكو شيلي الطماطم دي. قال لا انت كمان خلصتي الفلفل الحامي ورحت جايبه كيلو طلعي ده، خد شيلي دي كمان. المهم ورحت جايبه بقى ايه، قلت يعني هعمل اكله سبانخ وكده، رحت جايبه ملوخيه وقلت اما ابقى اعمل لهم صينيه حاجه حلوه بطاطا ولا حتى اشويها لهم ما جراش حاجه. ورحت ايه راجعه، غلطتش انا، لقيت نفسي نسيت اجيب الرز ونسيت اجيب اللي انا اصلا كنت نازله، قلت اجيب رز لاني خلصت الرز امبارح، وقلت ايه اجيب كرومبايه علشان بقيتش الرز اللي فات بالخلطه الفها بيه. رحت راجعه عامله العمايل اللي انا بقول لكم عليها دي وما جبتش الرز في الاخر، وما جبتش الرز بقى. المهم كان عندي حبه طبق في الفريزر فيه شيش طاووق، رحت قلت ايه، انتوا عارفين ان انا عملت امبارح حلتين محشي، قلت اتبله واعمله ايه، اعمله جنب حله المحشي كده. امبارح عملناها شوليتي وليتي، عملناها ورديحي. قلت لا النهارده بقى اطلع طبق الشيش طاووق اعمله، يمكن الواد ياسين ما يلاحظش ما ياخدش باله. المهم بصوا انا مولعه الزيت هنا يحمى زي ما بيقولوا. طبعا انا غاسله ايدي وزي الفل، محدش يقول لي بتحطي تتبيله بايدك، ما احنا كلنا بنحط بايدنا. ما انت طول النهار عايز تفهميني انك واقفه في المطبخ لابسه كوانشي؟ لا طبعا بنغسل ايدينا ونتعامل. طبعا انا عملتها ايه التتبيله دلوقتي وانا معاكم في اللايف، انا راجعه بترعش عماله بقى، بدات افكر بعد ما اشتريت الاشياء، قلت طب هو الواد لو جه قال لي فين يا ماما الفلوس اللي كنت شايلها معاكي بعد اذنك انا محتاجها، هقول له ايه اقترحوا ادوني اقتراحات. طبعا التتبيله دي المفروض كنت اقعد الشيش طاووق فيها حبه تتبيله زي العسل، بصلايه طماطمايه فلفلايه حاميه فلفلايه رومي شويه بابريكا شويه سماق شويه بهارات بتاع ده اللي هي العشرومي التوابل اللي بيقولوا عليها، نسيت احط الملح شويه ملح ونسيت احط الفلفل الاسمر وعصره، حطيت لها ليمونه الصراحه
في الخلطه دي حطيت ليمونه. وهروح ايه انا بقدح البتاع اللي هي المشوي اللي جابتها لي حبيبتي وصديقتي ومتابعتي، متابعه من متابعيني هي حبيبتي الحاجه عفاف، ربنا يا رب يديها الصحه وطولة العمر. حبيبتي ست زي العسل، يعني بعتبرها في مقام والدتي الحقيقه. المهم اهو بصوا بقى معايا اللقطه المهمه. نروح ايه كترت انا الزيت حبتين، مش كده؟ حاسه اني كترت الزيت، المفروض الزيت بيبقى يا دوبك. اعملوا لي ليميت يا عيال، بدل ما انا سايقه الهبل على الشيطانه كده. ونبدا نعمل التش كده اهو. طبعا كان يفضل ان التتبيله دي تقعد في الخلطه وقت من الزمن، يعني ساعتين 3 كل ما قعدت تبقى حلوه في الثلاجه. نحمي بقى الطاسه لما انا بص مولعه الطاسه من قبل ما اطلع معاكم اللايف. شايفين الجمال؟ تعالي بصي يا كوكو افتحي الشفاط. نسيت افتح الشفاط. حضر لك الخير يا البوم. شايفين بقى لما تبقي في قلب الزيت بتمدي ايدك؟ ابن ياسين بيتفاجئ قوي. بيتفاجئ قوي من الحركه دي. بيستغرب. يقول لي انت بتحطي ايدك والحاجه في النار ازاي يا ماما؟ انت هتغسلي وشك كمان شويه بالزيت وهو من النار كده عادي. خدنا على كده. خدنا. المهم بقى انا قولوا لي بقى ادوني افكار انا ايه الحل الوقت؟ ايه العمل مع ابني علي يا بنتي ويكون وقت علي علي. ايه العمل؟ اقول للواد ايه هنا؟ اقول له ضيعت فلوسك يا ولد؟ اقول له صرفتها؟ في ايه؟ طبعا ايه يبقى سخن. ايه؟ بس مش مغسول سيبيه. يبقى سخنه كده. قولي لي بقى. بعمل كده لسه انا مش شايفه الكومنتات لسه ما شفتهاش. شيروا اللايف، عايزه اللايف يوصل لارقام عاليه جدا. عايزه اللايف يعلى قلوب كتير. يلا وانتوا ما قلتوش هتعملوا اكل ايه النهارده؟ ما قلتوليش يعني. دي كده خلاص. هقطع بقى ايه بصلايه فلفلايه رومي، هقطعها جناحات علشان بعد ما احمر ياخد التحميره حلوه كده الشيش طاووق، انزل عليه ايه بالبصلايه دي والفلفلايه الرومي. تعالوا نقف. بتقولوا ايه؟ راحت فلوسك يا فارج. شقى عمري هو شقى عمري الوقت. يعني بصي خدي الموضوع بضحكه، خدي بفرحه، خدي بطلة، خدي بانشكاحه عادي. هنعمل ايه؟ اجي الله وجه حكمته. وجه قلة التفكير اللي احنا فيها وقلة التدبير. يعني مش الواد كان نفسه في السبانخ؟ لا هو ايه عمل مهما عمل متعوس وخيب الامل. مش الواد نفسه في السبانخ، اسيب ابني نفسه في السبانخ يرجيكوا. جبتها بس ما جبتش الرز لسه. وبعدين السبانخ بالذات بتحبي جنبها حته لحمه تصدقوا؟ بفكر الايه الكبه نوعها ايه؟ الكبه ما بيخش ما اعرف نوعها ايه. دي كانت بتاعت مهوتشف الله يرحمها ويحسن اليها. هو انت من مدينة السلام؟ لا مش من مدينة السلام، خالتي كانت من مدينة السلام تصدقي؟ خالتي يعني خالتي كانت ساكنة هناك. بصوا بقى البصلاية دي
اروح عامله ايه؟ رشالها رشه فلفل كده اهو، رشه فلفل، رشه ملح كده اهو. وهنعمل ايه؟ بصي شايفه البصلايه؟ طلعي غلك فيها، طلعي غلك في البصل كده زي ما بتخليكي. بصي قرقشيها بايدك، سامعه الصوت؟ زي ما بتخليكي تعيطي وتدمعي خليها تعيط. شفتي؟ كل شيء له اخر، كل شيء له اخر. زي انتوا زي ما بتخلي دموعنا تنزل في وسط المطبخ وفي قلب نفسينا كده، انا هخليكي تعيطي. عيطي، مش هرحمك، مش هقطعك. عيطت انا هعيط معايا، اصل انا قلبي طيب. عيني بتدمع. تهرسيها وتفرسيها بقى بايدك كده، تهرسيها وتفرسيها بايدك. والنبي يا اختي البتاع انا سبته خر ميه، قصدي سبته عالي عليه وقدح جامد. نزل ميه ليه؟ لا ادعك البصل خلاص، دعكته بقعر ايديا، مش قعر كوبايه ولا حاجه. استنى جايه لكم بس ايه، اشرب ايدي. وهنقطع بقى ايه القرن ده. استنوا نشيل الحاجات اللي خلاص ملهاش عايزه بقى. هجيب بس صحن تاني. اقطع فيه ايه. انتوا ما بتشيروش اللايف ليه؟ ما بتعملوش مشاركات وقلوب ليه؟ هزعل منكم وبطل اطلع كل يوم بقى احكي لكم على اسمه ايه، على عمايلي المهببه مع انجيلا اللي انا بعملها. تفتكروا الواد هيزعل؟ انا بقول يا ابني حبيبي، هيقول لي فداك يا ماما. شايمه شاطره يا شايمه، شيرش اللايف، شيروا اللايف. عايزه اللايف يلا يلا، عايزين اللايف يعلى يا بنات. انا بحب السبانخ جدع. يلا قولوا لي بقى انتوا بتعملوا السبانخ ازاي؟ في ناس بتحب تحط لها رز، في ناس بتحب تحط لها حمص الطبخ الصغير ده، في ناس بتحبها ساده من غير الحاجات دي خالص. انتوا من انهي قبيله؟ ده مهم جدا، مهم بالنسبه لي. طبعا الواد ياسين بالذات عندي بياكل بقى الحاجه الحاميه ويبقى عمال يبرق ويعمل كده، روحه بتروح ما تعرفي ولا ايه يعني، ما اعرفش مال. هو ملوش في الحراق، ملوش في الحاجه الحاميه. فانا كنت يعني اللي يحب ممكن ياكل حاجه حراقه شويه. البيتش كارمن الولا ادهم ممكن، بس مش حامي قوي يعني، مش زي ما انا بحب يعني الصراحه. لكن ياسين كان بعيد عنه حتى الفلفل الاسمر في الاكل. فانا قلت لا، انا الوضع ده مش عاجبني، الوضع ده ما يمشيش معايا. ما بقاش انا واحده باكل حراق ويا ما جبتش بواسير لخلق الله. ويجي ابني ما يمنعني احطش اكل في الشطه، قصدي شطه في الاكل. رحت قلت لا، بقيت كل بقى اما بطبخ اروح وانا بضرب الطماطم مثلا، هعمل صلصه مكرونه، اروح راميه قرن فلفل صغير مع الطماطميه يتجرب فيبقى فيها لسعه شويه. ايه ده ماما انت حطيتي شطه؟ اقول له لا، ده كان قرن فلفل رومي يمكن طلع حما ولا. استعبط كده مره في مره في مره في مره، بدا يعني يستوعب ان الاكل فيه خلاص لسعه بتاع امه. لكن لو زاد بقى، لو زاد داليا القط حبيبه قلبي اخف دم دلوقتي على السوشيال ميديا. يا اختي بومبا العسل حبيبتي، يا اختي انت اللي حبيبتي، انت اللي حبيبتي والنبي.
والله العظيم يا جماعه داليا القط دي من اجمل البنات اللي شفتها الفتره اللي فاتت دي كده على السوشيال ميديا، وانت هتبقي من الصفحات اللي بالملايين يا داليا، لانك جميله وعسل ومحترمه وزي السكر، زي السكر، دمك سكر حقيقي. انا من النادر ان حد يضحكني، وان انا احب حد على السوشيال ميديا عموما، تخيلي بقى. بس انت بتابعك وبحبك يمكن من قبل ما تعرفيني يا بنتي يا دول يا عسل. شرفتيني ونورتيني يا داليا بجد. انا كمان بحبك قوي 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 على فكره، بحبك جدا كمان. دمك عسل وجميله وتلقائيه، وانا كمان بحس انك شبهنا قوي وزينا قوي ربنا يسعدك تعيشي وتضحكي. ده انت الجمال كله والخفه كلها والعسل كله يا حبيبتي. منوراني والله العظيم، منوراني ومشرفاني يا دولي. ام مصطفى القاضي ممكن تردي؟ حاضر يا ام مصطفى، اتفضلي اموري يا عسل. برد والله، بس لما باخد بالي من الكومنت برد. يا دولي بتجيبي الجمال والعسل ده منين بجد؟ والله العظيم جميله، ربنا يحفظك يا رب، وعندك كده الصفحات تبقى ان شاء الله ان شاء الله مليونيات، لانك تستاهلي بجد. من النادر دلوقتي على السوشيال ميديا ان احنا نلاقي حد محتواه جميل ولطيف وبيضحكنا ونتفرج عليه بأريحية، بأريحية من غير ما نقلق كده من لفظ او من كلمة او من حركة او من تصرف او نداريه من ولادنا واحنا بنتفرج. فدي حاجة مهمة جدا، دي كانت حاجة من اهم الحاجات اللي كانت من ضمن مبادئي اول ما بدأت، انه انا عايزه لما واحده تبقى بتتفرج عليا وابنها قاعد جنبها ما تضطرش ان هي توطي صوت الفيديو او زي ما في كتير موجودين ده على السوشيال ميديا. على فكره انت اوقات بتبقي بتقلبي بالصدفه فبيطلع معاكي فيديو وانت بتتفرجي عليه تسمعي لفظ تتفاجئي، ففجاه لو ابنك جنبك او حاجه تجري اللايف او تجري الفيديو او عشان ابنك ما يسمعش او بنتك ما تسمعش. فدي كانت من الحاجات اللي كنت مركزه عليها جدا جدا، اني احاول ان انا لو حتى اطفال بتتفرج عليا اهاليهم يبقوا مطمنين. لا يا جماعه سيبوه ده بيتفرج على بومبا. نفس القصه داليا حقيقي يا جماعه، داليا القط ربنا يسعدك يا رب يا حبيبتي. لا ما تكسفيش، انت تستاهلي كل خير بجد والله، انت تستاهلي كل خير. يمكن انا مش عارفه يعني يعني اتكلم فعلا او اقول لك رايي زي ما انا بشوفك وزي ما انا بتفرج عليكي وبحسك حقيقي. ربنا يا رب يسعدك يا داليا يا حبيبتي، زي ما بتسعدينا وزي ما بتفرحي الناس وزي ما دي رساله مهمه جدا يا جماعه، ان الانسان حتى اقسم بالله لو ما عنده محتوى خالص بيقدمه غير ان هو بيطلع علشان يرسم الابتسامه على وشوش الناس، حقيقي ده هدف جميل، هدف جميل. وخصوصا انه صعب جدا ان انت تخلي انسان يضحك ومن قلب، صعب جدا على فكره. الضحك مش سهل، مش سهل ان حد يضحكك وانك تضحكي من قلبك، او لما تشوفيه تبتسمي بشكل تلقائي، ده مش سهل. وكمان تضحكي وانت من غير ما تسمعي لفظ خادش، حاجه تجرح حيائك، حاجه تحرجك، حاجه تقولي لا يعني بس هي كده اوفر ولا هي كده مزوداها عشان تضحك بتعمل، لا. فمعنى ان انت تعملي يكون هدفك انك تضحكي الناس وتوصلي لانك فعلا تضحكيهم وبادب وباحترام بدون تصرف خارج او لفظ خارج او حاجه، حقيقي دي عظمه والله العظيم، دي عظمه. فالحمد لله احسبني كذلك، وشايفه ان داليا القط كذلك ونص. نرجع بومبا تاني. كنت حابه ارحب بداليا ببومبا وبهبه. نعمل ايه؟ ارميها دي اللي وقعت امبارح من ياسين. نرجع لبومبا تاني. يا بنتي يا دوج، انت كملي يا بت، استمري استمري وكملي. ولو حماتك معكنين عليكي ولا الوليه مشروع قولي لها هجيب لك بومبا ولا علشان انت ما تجيش تطلعي عوجك على دول. ماشي مشروع
انا عشان تعرفي بس انا واخده بالي مين اللي مضايقك ومين اديني بس كده تليفون على السخان، رنه كده على السخان بتاعي. انا بقول لك اهو كله الا كده، محبش كده يعني بنتي دودي دي زي بنتي، انا بقول لكم اهو. فهتضايقيها مشروع وتنفضي سجاكيتك على غسيلها، هطلع اجيبك كده من قرعتك يا قرع. لحسن المشروع تزعل مني وانا ما النبي ما اعرفها. بس حسيتش ان البيت داليا ما روحه منها حبتين، قلت اساعدها. ما انا منجمل، امال ايه؟ ما انا لازم اقوم بدور ام منجمل. ام منجمل لازم تجامل. انا كده احب حد هجمل، انا بقول لكم هتصرف معاها. ماشي ماشي. لا ليه مش هتبقي واقفه معايا يا بت؟ اوعي تطلعي تسيبيني جانب لوحدي. طيب يعني هاتي لي ايد معشه، ساعديني يعني ساعديني، ناوليني حاجه ارقعها انقعها بيها كده يعني، ما تسيبينيش لوحدي. عشان الكتره تغلب الشجاعه. ام شروق دي ظروفها ايه؟ هي ايه البتاع ماله؟ بدأ يشرب اهو الميه اللي نزلت منه وخرت منه. اوريكم حبيبتي مش بتردي ليه بجد؟ زعلانه. ام محمد متوه عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني والله يا جدعان. ابدا مش برد، انتوا شايفاني عامله زي المجنونه اصلا يعني، باخد كومنتي والباقي يتوه مني والله ما بلحق. تعالوا بصوا بقى، بدأت تتشرب. مش شايفين؟ بدأت تتشرب البتاع الميه بتاعتها وتدخل الزيت اهي. تهيألي كده شايفين العسل والجمال؟ لا انا ست بيت شاطره ما انتوا عارفيني. امال ايه؟ امال خايبه ونايبه زي مرات ابني؟ امال انا خايبه ونايبه زي مرات ابني يا اختي؟ لا لا، ده انا ست الستات. بس قلت لكم بلاش تنزلوني السوق. نقعد كده هنا، نيجي الناحيه دي. انا كده مش شايفه الكومنتات خالص عشان محدش يزعل ويتقمص. استنوا كده احسن ولا الاول؟ قولوا لي انتوا. انتوا قولوا لي كده احسن ولا اشيل الفيشه؟ طيب هو كده بدأ ايه يشرب الميه بتاعته وايه وينزل يرجع الزيت مطرح مكانه. يبدأ ياخد ايه لون اللسعه بقى. احنا عايزينه ياخد لون اللسعه اللي هو ما خدهاش من الاول. ما اعرفش ليه ينزل ميته، بيتصرف من دماغه. الطاووق بيتصرف من دماغه. امال ايه؟ مش هو اسمه طاووق ولا طاووق تحت باطك؟ طبعا ما هو خايف زي ابني. امال ايه؟ خايف. ما لو كان عاجل ما كانش وصل للمرحله دي. بيتعذب دلوقتي، لكن لولا انك بتقبل تتوي تحت الباط، لولا انك بتتعذب دلوقتي. امال ايه؟ واقع في الاكل تحت ايدوليه اهو. ما ادي اخرتي. اما ما تلاقيش حد تتخانقي معاه تقفي تتخانقي مع الاكل. والنبي احنا هنتجنن ولا حاجه؟ حاسه كده بعمل اكل ايه. طب اديني قربت على ما هو يقعد يتلسوع مع نفسه. خليه قربت. بعد ما ياخد اللون ويتحمر اروح شايلاه رافعاه كده اهو من على البتاع، بس مش دلوقتي لانه لسه ما خدش اللون طبعا. هروح رافعاه وهروح عامله ايه، حاطه البصلايه تدبل هي والفلفلايه الرومي، وبعد كده اروح حاطاها عليهم. هوريكم استنى ايه يتحمر. ما هنا برضو مش ساكت، ايدي مش ساكت. المفروض اسيبه حبه يعني اقول ايه بس. لولا حبيبتي، لولا دي اختي ولا لولا مين؟ استنوا عشان امبارح برضو دخلت لولا محمد. هي لولا حبيبتي وافتكرتها لولا اختي، وقعدت اقول لها لولا حبيبتي عامله ايه؟ في الاخر ما طلعتش لولا اختي. لولا السفره معانا في اللايف حبيبه قلبي. لولا وحشتيني. عامله ايه؟ البت كارمن اهي بتسلم عليك. كراميلا حبيبتي وحشتيني قلب خالتك. شفتيها؟ تعالي اهي يا بنتي هتوقعي اهي. اوزع كراميلا اوزع. استني اهي كراميلتي حبيبتي. دي حبيبتي كراميلا دي. دي يم
قاعدة في الكواليس. قاعدة هنا، حط كرسي وقاعدة على جنب. أنا متشوقة أوي، معرفش في إيه. أيوة، ما أنا خدش بالي بقى. امبارح برضو داخلة واحدة يا بنتي اللي اسمها بيقولوا محمد، الأكاونت اسمه كده، بس الصورة مختلفة. قلت يمكن بنتي اللي أنا غيرت الصورة أدقق الاسم، هو أدقق حلو يا خرش. ببص لقيت صورة راجل وعيل صغير، قلت لا مش هي. بعد ما قعدت أقول لولا عاملة هي لولا كده. لازم تسمعيني يا بنتي يا نوج عشان ما ازعلش منك، ده انت تبقي حبيبتي وصاحبتي واختي. امال ايه؟ امال ايه؟ اسمعيني ياما. كنتش بقول ايه؟ قومي تعالي. لا تعالي انت يا بنتي لولا، مش هينفع، ما انت عارفه. انت عارفه الدروس والمدارس صعب جدا، صعب. وانت عارفه ياسين بيبقى عنده يوم الجمعه، ما ينفعش اسيبه في البيت برضه لوحده. هو اسم الله يقعد لوحده مش هيخاف، بس مين هيعمل له اكل؟ مين مش عارفه. بينزل بالبيت بدري وبيرجع متاخر، ربنا يقويه. فمش مش هينفع. بدأ ياخد اللسعة. انا بقى بفكر اعمل ايه؟ اركنه على جنب، مش اشيله خالص. احنا مش هنقعد نشيل ونحط، احنا مش فاضيين له عشان نعمل الكلمات دي كلها على احنا نركنه على جنب يهمد هو كده. نجيب اللي اتحمص على جنب كده اهو، بس هو لسه في حتت اتحمرت وحتت لا. داليا القط انت كمان دمك سكر. طبعا دي عسل. تابعوها يا جماعه، اعملوا لها فول وتابعوها، حبايب بومبا. هي غنية عن التعريف، انا مش بعرف عليها، ده انا واحدة من متابعينها ومن معجبينها. هي غنية عن التعريف. فين بقية المحشي؟ موجود، ما انا عاملة بقولك كنت حلة، بس الحلة بتاعتي النهاردة اصغر بصراحة، عشان كده قلت اعمل جنبها حاجة، لان لقيت ان هي ممكن ما تقضيش، فقلت اعمل جنبها حاجة ان شاء الله تتغمس. زي ايه؟ زي يا اختي تعالي نوريني. قلبي يا بنت خالتي مين؟ قلبي يا بنت خالتي مين اللي بتقول قلبي يا بنت خالتي؟ الكومنت جري مني ولا جلازينه؟ مين؟ قلبي يا بنت خالتي راح فين؟ شوشو شريف دي، شوشو شريف ازيك يا قمر؟ لسه متفرجه عليها قريب قوي داليا القط. لا يا بنتي ده انا متابعاها من الاول على فكره، وكانت البنت كارمن لما بتسمعني بتفرج عليها كانت بتفتكر ان انا بتفرج على حد هي برضو متابعاه، برضو عامل الفلتر بتاع الصوت، فكانت تقول لي ايه ده بتتفرجي؟ اقول لها لا بتفرج على واحده اسمها داليا القط. فبقت هي كمان لما تلاقيني بتفرج عليها تيجي تقعد جنبي وتتفرج، ونقعد انا وهي نضحك. عسل قوي. طولي الفيديو شويه بنت يا داليا، ما بلحقش، على ما باجي ابدا هضحك وابقى مبسوطه قوي واقول يا رب تطول، الاقيكي خلصتي فجأة تفاجئيني وتقفلي. لا عسل يا بنت يا لولو. هحط هنا البصل. انا هجيب اصبري عليا شويه بس. هجيب البتاع هنا بس مش هشوف الكومنتات. شبه نجلاء بنت، ايوه بتفكرني بنجلاء بنت عمتي، وانت عارفه ان انا بحب شكل نجلاء اصلا، قمر وشها جميل نجلاء، فانا لفتت انتباهي في البدايه كده. حطينا البصل، معرفش الصوره باينه ولا لا، ولا ايه ظروف مش باين؟ انت شايفه؟ طيب مش باين من الرسمه اللي محطوطه دي صح؟ طب استنى انا هرفعه لكم. عايزين علشان البهاريز اللي لازقه دي تطلع نحط ايه؟
شقشاق ميه يا ولاد، اصبروا اصبروا كده اهو. حط شقشاق ميه كده عشان البهاريز بتاعتي الدشاش اللي لزقت تطلع. يعني حبه ميه صغيره اهو كده باين صح؟ كده باين. انا مش باينه مش مشكله. حد يخبط ولا ايه؟ طبعا المفروض انا ما اعملش بجير، المفروض اعمل بالسيليكون. اهو اهو نرمي كده الفلفل. نزود قطرة ملح ونجيب السيليكون بقى. نجيب السيليكون. واخدين بالكم معايا ولا مش واخدين بالكم؟ مش شايفه الكومنتات انا اهو. جبت جي عشان انا كده هبوظ البتاع. لازم اطلع جي البهاريز. جي كده البتاع البني ده اللي بيبقى لازق في مطرح ده. جي اللي بتطلع اللون الجميل اللي بتاخده الصوص بتاع انا مش مجمعه ولا ايه؟ اهو خلاص. ريحه الفلفل الرومي بقى مع البصل مع الفلفل الحامي، يا لهوي حاجه على راي البيتش دول لي، يا لهوي او النبي. حطيت لها فلفل حراق يا بابا. ياسين معلش بقه قال لي بقي ملتهب صح. نسيت نفسي تبطلي حركاتك دي يا ماما. قولي لي واحترمي نفسك وقولي لي. انا حاسه انك الكلام في بقك. قولي. بصوا الجمال بقى. انا حاسه انها مش باينه كده ليه؟ شايفين باينه كده اهو. باينه كده. الجمال باين يا ولاد. باينه كده اهو. نرجع. ربنا يكرمك يا ام محمد مطوع حبيبتي. عامله ايه؟ انا ملاحظه ان اللايف ما بقاش يعدي ال 160 ليه؟ عشان ما بتعملوش شير انتوا. شيل الفلتر مخبي كل حاجه والنبي صحيح. طب استني نشيل الفلتر. قال يعني اصل هو مش فارق كتير على فكره. هو راح فين اصلا الفلتر؟ تأثيرات. هو مطلع لي نجوم. انا ما كنتش مطلعه النجوم دي اهو. استنى. الله مش عايز الشاي كده الشاي. طب انا مش عارفه اشيل اللي تحت ده. اشيله ازاي؟ الكلمات اللي تحت ده اشيلها ازاي؟ مش عارف. طب انا شلت النجوم مبدئيا. مش النجوم اتشالت كده؟ النجوم اتشالت. ايه رايكم؟ شايفين الجمال؟ شايفين؟ تاخدي بقى ايه؟ شويه كده بالصوص بالبصل. يا خراشي يا خراشي. بصوا اخر جمال. بصوا الصوص لون عظمه عظمه على عظمه يا بوم. طبعا انا كان نفسي يجيني اللون المحمر كمان عن كده بس لما حطيته
في البتاع بتاع ده، قولي معايا. النجوم اتشالت بس الفلتر بيغطي على كل حاجه، مش عارفه اشيله. طب اشيله ازاي؟ لا متابعه، كنت هقفل اللايف خالص. اشيل الفلتر ازاي ولا؟ طب اشيل الفلتر ازاي؟ يعني هو اتحط في اول اللايف ومش عايز يتشال؟ ايه الرخامه دي؟ انا عايزه اشيل، مش عارف. ما علينا، انا هرفع لكم البتاع فوق. ايه رايكم المنظر اهو؟ ايه رايكم؟ ما تشيليش حاجه، الدنيا حلوه بجد والله. طب خلاص، امال عمالين تقولوا لي شيل الفلتر، حطش الفلتر مديري، الفلتر ما خدش الفلتر، خلوا لي الواحد يطلع هو. المهم انا بقى بقعد تقولش للوليه خرجيها لي، مش قادره اخرج يعني. انا ايه اللي خلاني جبت السبانخ؟ انا اقعد لسه بقى اخرطها، اغسلها الاول ولا اخرطها الاول؟ النبي ما عارفه، ببقى عايزه اعملهم مرتين، اغسلها واخرطها واغسلها. بس بتهيألي اغسلها الاول ولا اخرطها الاول، مش عارفه. طب بصوا انا هقفل، انتوا قولوا لي في الكومنتات. ادهم لسه ما جاش من الدرس والنبي يا لول. ابقوا قولوا لي اغسلها الاول ولا اخرطها الاول؟ وبعدين اغسلها. ابقوا قولوا لي ماشي. انا هقفل دلوقتي عشان الحوسه والحيره اللي انا فيها دي، الحق الم الدور والم الدنيا واشوف. هقول للواد ابني ايه لما يجي يقول لي فين الفلوس بتاعتي يا ماما؟ قولوا لي في الكومنتات، ادوني حل، ادوني اقتراح، وقولوا لي اغسلها الاول واقطعها ولا اقطعها الاول وبعدين اغسلها، ولا اغسلها واقطعها واغسلها تاني، عشان نسيت خلاص. ده ما بقاش في حتته ماشي. هسيبكم في امان الله، بس انتوا ايه زي ما قلت لكم، اعملوا شير، اعملوا لي قلوب كتير، ابعتوا لحبايبك وصحباتك وقولوا لهم ما تعملوش زي بومبا، ما تنزلوش السوق تصرفوا كل اللي معاكم، ترجعوا جيبكم فاضي، تقعدوا تعيطوا وتولولوا وتتحسروا على ما فات. وقت لا ينفع الندم ولا الدموع ولا السهوكات ماشي. فبلاش هذه الحركات، اتلمي في بيتك يا ايتها الستات. الله بقول شعر سقفولي. اسيبكم في امان الله، فانا وسرور وسلام وخير وفرحه وضحكه من القلب. وبقولوا لي في الكومنتات ونغش من بعض، هتعملوا اكل ايه النهارده؟ او عملتوا اكل ايه امبارح؟ عشان اغلبكم ما قاليش على فكره، انا بتابع بقى اوقات الكومنتات عشان نغش من بعض. اوقات بغش منكم على فكره، يعني انا غش السبانخ دي من حد، بس حقيقي كان ابني ادهم بيقول لي انه نفسه فيها بجد. يعني انا يعني اللي بقوله لكم ده ببقى مش بكذب يعني. كان ادهم قايل لي انه نفسه فيها، فانا غشيت امبارح من واحده كانت عامله سبانخ، قلت الله وادهم نفسه فيها، قايل لي لسه الكلام ده من يومين، هجيب واعمل سبانخ. وطبعا انا عندي ولادي كلهم بيحبوا الملوخيه، فجبت ملوخيه، جبت بطاطا، جبت طماطم، جبت فلفل حراق على رومي. ما بستغناش عن الحراق، حتى لو استغنيت عن الرومي انتوا عارفين يعني. الشيش طاووق كان عندي، فقلت النهارده اطلع الشيش طاووق اعمله، لان حله المحشي الثانيه اللي انا ما سويتهاش امبارح صغيره فممكن ما تقضيش، فعملت حاجه جنبها يعني ممكن تتاكل بعيش، حاجه تسند برضو لو ما كفتش. يلا صوره مع الشيش. اسيبكم في امان الله، حاجه سهله وخفيفه. تبلت الشيش بشويه ليمونه على ملح على فلفل على شويه بابريكا على شويه سماق، انا بحب السماق مع الفراخ قوي. والسماق ده بالمناسبه واحده سالتني ايه هو السماق يا جماعه؟ ده نوع من انواع التوابل بيتجاب من عند العطار، بس تاكدي ان العطار اللي بيبيع نوع كويس، لان اوقات بيبقى السماق اللي بيتباع عند اي عطار مش سماق بحقه حقيقي. طيب
ملح وفلفل، سماق، شويه بهارات، شويه اللي هو الفلفل الارناؤوطي اسمه ايه يا جدعان؟ لا بابريكا، على عصره ليمونه، على بصلايه، على طماطمايه صغيره تبلت بيها البتاع. كان المفروض اسيبها تقعد في التلاجة مثلا ساعتين 3 جوه التتبيله دي، لكن انا طبعا بما اني دايما مستعجله وكنت عايزه اعمل اكل، رحت حاطه نقطه زيت في الطاسه دي او في المقلاه او الشوايه، معرفش زي ما بتسموها بقى، المهم. ورحت حطاهم على طول بعد ما سخنت قوي. قطعت بصلايه جوليان، خليتها تعيط، دعكتها بالملح والفلفل لحد ما عيطت البصلايه. بعد ما الشيش يعني بدأ يحمر، شرب ميته كويس وبدأ يحمر ونزل الصوص بتاعه ده، رحت حاطه البصلايه مقلباها عليها، حاطه الفلفل الرومي، حطيت نقطه ميه علشان استخدم كل التوابل اللي في قصدي كل الصوص اللي لزق في الطاسه ده يطلع ويدي الصوص اللي بيبقى لونه بني كده او محمر جميل. بس استنيت شويه تستوي، نطفي عليها والف هنا وشفا. خلص الشيش طاووق. اعملي جنبه اي حاجه، شويه رز ابيض. لو انا اوقات كتيره بعمل الاكله دي كده، شيش طاووق وجنبها شويه رز ابيض، بحط شويه شيش طاووق في الطبق الغويط، بحط فوقيه الرز، اقلبه في طبق، ودي تبقى غدوه سهله ولا اسهل ولا اجمل وحقيقي ولا ابسط من كده. سهله جدا، اكله تتعمل كلها على بعض في 10 دقايق. اسيبكم في امان الله وفي رعايه الله، اسيبكم بكل حب. بشكركم، بشكر وجودكم في حياتي. بقول لكم دايما انا بحبكم زي ما انتم بتحبوني ويمكن اكتر. اسيبكم بكل سعاده، اسيبكم في حفظ الله وفي رعايته. باي باي.